السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم. أكلتنا لليوم أكلة ولا أروع من هيك، أكلة كتير كتير طيبة وشهية. المندي اليمني بالدجاج رح نعملها مع الدقوس تبعها. خلونا نشوف كيف رح نجهزها وشو مكوناتها. بالبداية أنا رح أبتدي بتجهيز الدجاج. بدي تبل الدجاج، بحط لهم معلقة ملح، زنجبيل ناعم، هيل ناعم، وشوية قرفة تعطيها طعمة طيبة، وفلفل طبعا أسود أو أبيض المتوفر عندكم. رح أحط لها أنا شوية كركم للون حتى يعطي الدجاج لون. طبعا بدكم تضيفوا عصفر أو أي لون متوفر عندكم، بس أنا عندي الكركم رح أضيفهم عليه. هلا رح أتبل فيهم الدجاج منيح ندعكهم مع بعضهم. رح أضيف عليهم شوية زيت نباتي، يعني مقدار معلقتين ثلاثة أكثر شوي. ندعكهم منيح. رح اغطي الدجاج واتركهم ساعتين لحد ما يتشربوا التتبيله. بعد ما تركت الدجاج ساعتين هلا رح ادخلهم على الفرن، نحطهم في صينيه. هلا هذا الصوص تبعهم رح اضيفهم عليهم. هلا رح اغطي الصينيه وادخلها على الفرن. هلا رح ننتقل لتجهيز الرز. انا حطيت زيت نباتي على النار، عندي هي المطيبات، ورق الغار وزنجبيل وهيل وقرفه واللومي والقرنفل. رح احطهم كلهم مع الزيت، قليهم تقليبه مع الزيت، معلقه ملح. نقلبهم لحد ما تطلع ريحتهم شوي. طبعا الملح امتى ما فيكم، يعني امتى ما حبيتوا فيكم تضيفوه، مو شرط بهي المرحله. هلا بدي انزل عليهم بالرزات. رح خلص الرز شوي مع المطيبات والزيت حتى ياكلوا النكهه والطعمه. طبعا بامكانكم انتم تضيفوا المي وبعدين تضيفوا الرز بالاخر، يعني مو فارقه، نفس النتيجه. رح اضيف عليهم رشه فلفل ابيض حتى ما يغير لون الرز، وكزبره ناشفه تعطيهم نكهه طيبه كتير. انا سخنت المي ورح اضيف عليهم، ومثل العاده كل كاسه رز بدها كاسه ونص مي. هلا رح اغطي الطنجره واتركها على نار عاليه لحد ما ينشف المي. بعد ما مر 5-6 دقايق على الرزات ميتهم نشفت. هلا بدي اقلبهم تقليبه. هلا عندي اللون الاصفر الغذائي، انا ما بدي كتر، انا يعني هو يفضل الرز يكون ابيض وكم واحده صفر بس، ما بدي الونهم كل الرزات يعني. هلا راح اضيف اللون عليهم. هيك بكفي. راح اغطي الطنجره ووطي النار واتركهم لحد ما يتهدوا. هلا راح نجهز الدقوس تبع المندي. عندي بندوره، كزبره خضراء، عندي فليفله خضراء حبه واحده، ما بدي كتر فليفله، وفليفله حمراء انا ما كترت كمان لانه حده كتير، وسنين 3 توم كفيه. بدي احط عليهم معلقه صغيره ملح، شويه فلفل اسود، وزيت نباتي. هلا رح اضربهم بالكبه او بالخلاط او باي شيء متوفر عندكم وارجع لكم. نضيف عليهم مقدار نص كاسه مي، هيك بكفي، واطحنهم. هيك الدقوس صار معنا جاهز. شايفين قوامه احلى وريحته بتجنن وطعمه غير شكل. هلا رح ننتقل للمرحله اللي بعدها. هلا نشوف الرز، اكيد استوى صار معنا جاهز. رح اقلبهم تقليبه.
شايفين الرز كيف طالع مع احلام فرفد، كل رزة واختها. هلا انا رح اشوف الدجاج اذا استوى. هيك الرز طبعا جاهز، رح اغطيه واتركه واشوف الدجاج. بعد ما استوى معنا الدجاج انا شلت الغطا من على الوش وحمرتهم. هلا رح اضيفهم فوق الرز. رح اخذ الدجاج احطه فوق الرز بهالطريقة هي. هلا بدي فحم الرز. عندي زبدية صغيرة حطيت فيها شوية زيت، حطها هيك بنص الرزات. حطيت الفحمة على النار لحد ما صارت. رح احط الفحم بقلب الزيت هو وسخن، وسكر الطنجرة واتركهم. هلا بعد ما خلصنا تفحيم الرز رح اشيل الغطاء. الريحة يا جماعة والله الريحة تاخد العقل، كتير ريحة حلوة وشهية. هلا بدي اشيل هي. تمام، بدي اشيل الدجاج من على الرز واسكبه وارجع لكم. وهيك صار عنا اطيب صحن مندي بالعالم. بتمنى تجربوه على طريقتي، ما راح تندموا. اعطوني رايكم بالتعليقات، شو رايكم بالوصفة. لا تنسونا من الدعاء ويعطيكم العافية.